كلنا كده بنبقى عايزين في وقت كده ان احنا نعمل حاجة معجنات ونحط عليها كده الجبنة ورشة زعتر. حاجة كده حلوة في المعجنات. فانا قلت ايه رأيكم نعمل حاجة كده شبه التوست، بس الناس اللي ما عندهاش صينية تعمل فيها التوست نعمله، بس مش توست يعني هي معجنات. يلا نصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ونبتدي، وما تنسوش تعملوا لي لايك. اول حاجة كده نص كوباية من المية الدافية، عليها معلقة ونص من السكر، وكمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. وهبتدي ان انا اقلبهم كويس قوي كده، وابتدي ان انا احط معاهم 3 معالق او معلقتين كده من الدقيق، عشان خاطر انا بعزز العجينة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده بقلبها. وابتدي ان انا اقلبها ما اخليش فيها اي تكتلات، تبقى حاجه كده زي العجينه السائله. هبتدي بقى في الوقت دوت هحط حوالي نص كوبايه كده من الحليب حليب، بس انا كان اللبن بتاعي كان راب مني فخدت نص كوبايه، فما فيش اي مشكله منه، نص كوبايه يكون دافي. وهبتدي احط معلقه صغيره من بيكنج باودر، وكمان احط بضايه بدرجه حراره المطبخ، وهقلب كل دوت مع بعضه. اهم شيء يمتزج مع بعضه. في الوقت ده بحط معلقة من الخل كبيرة، بتدي يعني بتخلي العجينة هشة كده وطرية معانا. هبتدي احط 3 معالق كبار من الزيت يكون نوع حلو ملهوش ريحة. واقلب كويس جدا. ممكن تحطي معلقة من الزبدة او السمنة. نص كيلو بقى دقيق، باقي نص كيلو دقيق اللي احنا خدنا منه 3 معالق في الاول، وهبتدي اعجن واقلب كويس جدا بالمعلقة، وبعد كده هنزله على الرخامة وابتدي اعجن عشان خاطر اقدر اتحكم في العجينه بتاعتي. هنا كنت نسيت معلقه من اللبن البودره، ممكن تحطيها وممكن ما تحطهاش عادي جدا، ممكن تحط بدلها القشطه بتاعت وش اللبن. بس انا حبيت اعزز اللقمه اللي الولاد بياكلوها يبقى فيها كل القيمه الغذائيه، بيض ولبن والحاجات الحلوه دي المغذيه، حتى لو كلوها من غير اي حاجه تبقى بتفيدهم. هبتدي انزل على الرخامه واعجني عجنه كويسه. طبعا كل دقيق بيختلف عن التاني، في دقيق بيحتاج لسوائل وفي دقيق ما بيحتاجش. فانا ابتديت ان انا اعجن كده، وهبتدي كل شويه يعني حوالي حطيت ربع كوبايه جنبي من الميه الدافيه، وكل شويه ابتدي انسم بيها حبه حبه، يعني ايه معلقه معلقه كده، لحد ما اوصل للعجينه انها تكون طريه، ما بتلزقش قوي، بتلزق في الايد تلزيقه بسيطه بس مش بتلزق جامد. ولازم عشان اضمن العجينه انها تبقى كويسه والنتيجه تطلع حلوه ان انت تعجني. العجن هو اللي بيطلع كل المخبوزات حلوه. في ناس تعمل مخبوزات تقول لك طلعت مني مكتومه، طلعت مني انها تقيله مش خفيفه، فانتي عشان ما عجنتيش كويس. لازم ان انت بتعجني كويس، بتنشطي الخميره وبتخلي العجين يطلع المادة الجلوتين اللي فيها، بتساعد انها تطلع العجينة هشة وحلوة كده معاكي. بتبتدي تعجنيها بقى وتخليها كده لحد لما تبقى ناعمة معاكي. انا كنت في الوقت ده حطيت رش حبة ملح كده، يعني نص معلقة من الملح، وعجنت. تجيبي بقى البولة بتاعتك كده وتروحي حاطة فيها نقطة من معلقة من الزيت او نقطة كده من الزيت، من فوق ومن تحت، وتحطيها في كيس بلاستيك وعليها فوطة لحد لما تخمر. بص بسم الله ما شاء الله، الجو بقى بيبقى حر فهي بتخمر بسرعة. هنزلها على الرخامة وانزل كل الهواء اللي فيها، وما تنسيش ان العجينة طرية معانا. فانا هبتدي ان انا اقطعها كده جزئين وهركنها على جنب. يعني هكورها من تاني واركنها على جنب، تحت منها رشة من الدقيق وفوق منها عشان ما تلزقش، واسيبها يعني ايه 5 دقايق كده ترتاح بس مش اكتر. ابتدي ان انا اجيب بقى العصايه اللي لا غنى عنها، انا عندي المردنه بس بحب العصايه، بتفردي العجين كده حلو ومفيش اي مشكله. والناس من غير تعقيد، مش هخليكي عشان تروحي تعملي عجينه تروحي تشتري مردنه بشيء وشويات. اتصرفي يعني. بفردها كده رشه من الدقيق فوق ورشه من تحت، وابتدي ان انا افردها كده زي ما انتم شايفين، زي المستطيل او المربع، وابتدي اتني الحروف كده على بعضه، وابتدي اتني الحروف الجانبيه برضك، وابتدي ان انا افردها كده بالطول. يبقى انا كده تنيت من الجناب ومن الحروف، وابتدي ارولها كده رول، اقفل الحته اللي من تحت واحطها في صينيه، اي صينيه عندك بقى، المونيا، بايركس، اي حاجه، مفيش اي مشكله يعني عندك، مش لازم تلتزمي ببايركس. انا بقول لك عشان انت لو مثلا ما عندكيش مثلا القالب بتاع التوست، ما تعمليش نفسك وتعقدي نفسك. تفردي العجينه وتتني الحروف وتتني الجناب، وتبتدي تفرديها
بتبقى كده مستطيل، تروليها كده رول كده وتقفليها وتروحي ايه مبططاها كده شويه وتحطيها كده في الصينيه. غطيها. الغلطه اللي انا عملتها حطيت كيس بلاستيك جواها كده وحطيت الفوطه، فالفوطه تقلها نزل على الكيس البلاستيك فايه لزق الوش فيها. فمفيش اي مشكله خالص يعني. انا اتصرفت، طلعت الكيس بالراحه وابتديت رشه دقيق بس عشان ايه تداري الملامح اللي هي اتفنكشت ديت، وسبتها تاني تخمر، لان لما جيت شديت الكيس فهي ايه يعتبر هبطته شويه، انما هو كان مرتفع والله يعني. رشه من الدقيق كده ممكن تعملي اشكال وممكن ما تعمليش عادي جدا. انا بالمقص كده بالراحه، ايدك تبقى خفيفه عشان خاطر ايه ما تخرجيش الهواء منها. عملت ايه كشكش كده او بتاع يعني انها تدي منظر. بكون في الوقت ده سخنت الفرن على درجه حراره 100، وتسخنيه قوي 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 وبعدين حطيه على درجه حراره 180. تمام. بياخد حوالي من تلت ساعة ل25 دقيقة، وبرضك عينك عليه زي بتعمليه معاملة الكيكة ان هو يطلع السكينة او الخلة ممسوحة. اخر 5 دقايق لو هو محمرش الوش بتاعه بتحمريه. طبعا ملكيش دعوة بالمنظر ده، المنظر ده من الدقيق والقصقصه اللي انا عملتها. بس هو هش جدا وطري جدا زي ما انتم شايفين، وبتعملي بيه احلى سندوتش تاكليه بالجبنه. حاجه حلوه قوي معتبره. انا هنا كنت جبت بقى شريحتين من جبنه الرومي، حطيتهم فوق الوش ودخلتهم كده ساحوا، فطلع معانا بالشكل الجميل دوت. حاجه كده ما شاء الله. لو وصلت لحد هنا بتتفرجي على الفيديو، اتمنى منك تعملي لايك وكومنت كده حلو زيكم واشتراك ومتابعه على صفحتي مطبخ ملك، وتقولوا لي رايكم في التعليقات، وبتتابعوني من انهي بلد.